بسم الله والابن والروح القدس أي الإله الواحد آمين. فعبادة وإكرام قلب يسوع الأقدس طيلة شهر حزيران أي 33 يوم على عمر ربنا يسوع المسيح، سنوات ربنا يسوع المسيح الأرضية. كانت أنه الشعب والكنيسة قد احتفلوا بالقلب الأقدس، فإذا كمال الشريعة والأنبياء قائمة على وصيتين أساسهما ثابت، هو المحبة الأولى التي هي أحبب الرب إلهك، والثاني أحبب قريبك كنفسك. والقديس يوحنا الرسول في رسالته الأولى اختصر كل ألقاب الله مجتمعة في لقب واحد جميل وذا معنى لاهوتي يصور محور إيمان المسيحية عندما قال الله محبة. فإذا ترجع جذور عبادة قلب يسوع الأقدس إلى الكتاب المقدس حينما يقول المخلص في إنجيل متى: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. وقد وجد آباء الكنيسة وقديسيها في قلب يسوع المطعون بالحربة وهو على الصليب من قبل الجندي الروماني لونجينيوس، فخرج منه أي من جنب ربنا يسوع دم وماء، دلالة على تأسيس الأسرار المقدسة لا سيما المعمودية والأفغارستية، منبعا للمحبة والرحمة الإلهية التي لا تقاس. إذ أن تعليم الكنيسة يرى انبثاق من قلب يسوع المائت على الصليب بالحربة الكنيسة عروسه وجسده السري، كما أن حواء كونت من ضلع آدم النائم. لذلك محبة الفادي كما يعلمنا تعليم الكنيسة لا تنقطع. ويقول التعليم: لقد أحبنا بقلب بشري يحب فيها كل واحد منا ويبذل ذاته من أجلنا، محبا الآب وجميع البشر في غير استثناء. فإذا غالبا ما يوصف القلب الأقدس في الفن المسيحي على أنه قلب ملتهب يحمله المخلص بيده، قلب مكلل بالشوك يعلوه صليب وآتون من النار يتوسطها صليب. فالمسيح مرتديا ثوبا أحمر، ذلك دلالة على لاهوته وفدائيته، وعباءته أو عباءة زرقاء دلالة على ناسوته. يشير بيديه المثقوبتين إلى هذا القلب الذي ينزف نتيجة لجرح الحربة، فإكليل الشوك واليدين المثقوبتين والقلب المفتوح تدل على الخلاص والراحة من خلال آلامه الفدائية بصليبه الظافر. أما شعلة آتون النار فتدل على حبه الإلهي الذي يشعله لاهوته ولا ينطفئ أبدا. فإذا تبدأ تاريخية عبادة وإكرام قلب يسوع الأقدس في كتابات آبائنا أو آباء إيماننا، آباء الكنيسة الشرقيين والمشرقيين السريان، إذ لا تظهر مفردة أو عبارة القلب الأقدس بالمعنى الحرفي، لكن من خلال كتاباتهم نجد الفكرة الجوهرية التي تتأتى منها تأسيس عبادة قلب يسوع الأقدس، وهي التأمل في محبة المسيح للبشر وتنازل لاهوته لكي يتجسد، أي أصبح لله وجها وقلبا بشريا ويفتدي الإنسان على الصليب. إذ ليس أجمل من هذه التضحية والضحية والكفارة التي قدمها ربنا لله الآب طواعية من أجل الخطأ ولأجل الجنس البشري. لقد أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فكتب كل آباء كنيستنا الشرقية بمختلف كتاباتهم وفي طقوس الكنيسة المختلفة
فاختلط حنان ومحبة الله اللامحدودة برحمته الواسعة التي تختصر في بعض الأحيان بمحبة ناسوته، أي محبة المسيح لخليقته. برع في هذه الكتابات مار أفرام الملفان وإسحاق السرياني إلى يوحنا الذهبي الفم وأثناسيوس الإسكندري وأغسطينوس وغيرهم الكثير. فابتدأ عبادة وإكرام قلب يسوع الأقدس ضمن العبادات العامة التي كانت ضمن ما يسمى بجراحات يسوع الأقدس الخمسة، خاصة في القرن العاشر إلى القرن السادس عشر الميلادي في الأديرة البندكتية والسيستراسية، امتدت إلى الأديرة الفرانسيسكانية والدومينيكية، إذ كانت كتابات برنارد من كليرفور والقديس بونافونتورا وجون دي لا فيرنا الكتابات الصوفية الأولى عن عبادة جراحات المسيح، لا سيما القلب الأقدس. أما أول المتعبدين للقلب الأقدس يبدأون بالقديسة ماتيلدا التي عاصرت القديس فرانسيس الأسيزي إلى جانب القديسة جيروترودا الكبيرة، ثم نرى كتابات القديس جون إيدا الفرنسي ومطبوعات الآباء اليسوعيين. إن ظهور عبادة وإكرام قلب يسوع الأقدس هو نتيجة للترائيات والظهورات بين ما ظهر فيها الرب يسوع المسيح إلى القديسة مارغريت ماري ألاكوك في قرية باري دي مونيال الفرنسية. ظهر الرب يسوع عدة مرات ما بين 1673 1675 وكشف لها عن قلبه الأقدس وطلب منها نشر هذه العبادة. قال لها الرب في إحدى ترائياته لها: انظري إلى هذا القلب الذي أحب البشر حبا جما حتى أنه لم يبخل بشيء، حتى أنه أحرق نفسه ليشهد على حبه، وفي المقابل لا أتلقى من معظمهم إلا جحودا بسبب قلة احترامهم وانتهاكاتهم، وبسبب البرود والازدراء الذي يكنونه لي في سر المحبة هذا. وقالت مارغريت أيضا أنها أمرت بقضاء ساعة كل ليلة خميس من الساعة 11 حتى منتصف الليل للصلاة والتأمل في نزاع يسوع في بستان الجستيماني. كانت صلواتها تهدف إلى طلب الرحمة للخطأ وكذلك للتعويض عن اللامبالاة والهجر الذي شعر بها ربنا يسوع من رسله في البستان. أوصى ربنا يسوع بإقامة ساعة مقدسة والتكفير عن الخطايا والاعتراف والتناول أول جمعة من كل شهر خصوصا، وأيضا الاحتفال بعيد قلب يسوع الأقدس يوم الجمعة بعد عيد الجسد، أي عيد القربان الأقدس، جسد ودم ربنا يسوع الأقدسين. أما معرفها الكاهن اليسوع القديس كلود دي لا كولومبير كان معاصرا وداعما قويا للقديسة مارغريتا، وساهم في نشر الرسائل السماوية وتشجيعها على كتابة سرد للظهورات التي نشرت فيما بعد شيئا فشيئا للعلن. إن مواعيد الرب للمتعبدين لقلبه الأقدس عديدة، منها نوال النعمة في دعوتهم وبركات في أعمالهم والتعزية في شدائدهم وأحزانهم، ويكون الرب ملجأ في حياتهم ومماتهم، يضع السلام والمحبة في عائلاتهم، ويبارك البيوت التي تعرض وتكرم صورة قلبه الأقدس.
الخطأ يجدون ينبوع رحمة في قلبه، والنفوس الفاترة تتأجج بالحرارة، والأنفس المتأججة ترتقي إلى الكمال. يمنح الرب بقلبه للكهنة موهبة يلينون فيها القلوب القاسية، ومن ينشر ويذيع عبادة قلبه الأقدس يرتسم اسمه في قلبه. والوعد الأخير هو حول الثبات الأخير الذين يتناولون مدة 9 أشهر متوالية كل أول يوم الجمعة من كل شهر. أهبهم يقول الرب نعمة الثبات الأخير، كما يقولها الرب للقديسة مارغريت ماري ألاكوك، فلا يموتون دون أن يقبلوا الأسرار الأخيرة. فإذا أسس البابوات القداديس وعبر المراسيم ثبتوا العيد والاحتفال بهذا اليوم المبارك، كما نظم بحسب طقس الكنيسة الروماني قداديس وصلوات وطلبات مختلفة. وجعل البابا بيوس التاسع العيد عالميا في الكنيسة في عام 1856، وبعد بضعة عقود وبدافع من رؤى الأخت ماري من القلب الإلهي كرس البابا ليون الثالث عشر العالم للقلب الأقدس، وطلب البابا القديس بيوس العاشر تكراره كل يوم. فإذا راح نأتي إلى عبادة أخرى اللي هي راح تكون مكملة، وهي من التدبير الإلهي، هي عبادة القديسة ماريا فوستينا للرحمة الإلهية، أي هي الشعاعين الأبيض والأحمر الخارجان من صدر المخلص ربنا يسوع المسيح، وهي الثقة الكاملة بالله ومحبته للعالم، الخشبة الأكيدة للرحمة الإلهية المقدمة من المخلص للخطأ وللعالم أجمع، لا سيما لكنيسته في ممارسة سر التوبة وفي حالة النعمة حين اقتبال القربان الأقدس، والذي يخصص له الأحد الأول بعد عيد القيامة أي عيد الفصح. موصيا الرب يسوع الراهب فوستينا على الكهنة في هذا اليوم أن يخبروا كل واحد عن عظمة رحمتي التي لا تدرك، وغالبا تسمى لوحة يسوع الرؤوف بلوحة الرحمة الإلهية، كتب عليها بطلب من يسوع: يا يسوع أنا أثق بك. فإذا عبادة وعيد الرحمة الإلهية هي امتداد واكتمال التدبير للإلهي في عبادة القلب الأقدس، أي محبة الله ورحمته في خلاص الإنسان. علق المسيح وعودا خاصة وهي الخلاص الأبدي وتقدم حثيث في الكمال المسيحي ونعمة الموت السعيد وغيرها من النعم. لذلك البابا القديس يوحنا بولس الثاني كان له حب خاص لقلب يسوع، وأسس عيد الرحمة الإلهي الذي له علاقة روحية قوية بهذه العبادة. الكثير من رجال الله ونساؤه تعبدوا وأكرموا قلب يسوع الأقدس، فهاموا بعبادته في كتاباتهم أو حملوا شعلته في قلوبهم وساهموا في الشأن الاجتماعي، وكان نصبح في مصاف القديسين، لا بل بعضهم ملافنة الكنيسة. أكيد هم كثار، لكن ممكن نقول البعض: القديسة تريزا طفل يسوع، وبادري بيو، فرانسيس الأسيزي، إغناطيوس دي ليولا، يوحنا الله، وكاميل دي ليلي، ومنصور دي بول، ويوحنا بوسكو، وآخرهم تريزا دي كالكوتا، وغيرهم الكثير. فإذا على أعتاب وعلى عبادة قلب يسوع الأقدس قامت الكثير من الرهبانيات والأخويات والكنائس في مختلف المعمورة على اسم
قلب يسوع الأقدس، كما كرس عدد من الأشخاص حول العالم نفوسهم لعبادة القلب الأقدس، كما كرس العالم وعدد من الدول والأبرشيات لقلب يسوع الأقدس تحت حمايته واستمطار بركاته محبته ورحمته عليهم. إن الكنيسة ببعديها الجغرافي الشرقي والغربي هي رئتي المخلص التي يتنفس أبناؤها من خلالها، لكنها بقلبه الأقدس توحده وتضخ كل النعم والبركات إلى جسد المسيح السري، والذي يتعبد كلهم موحدا إياه، مثل سر الأفغارستية التي تجمع الكنيسة رغم بعدها الجغرافي كسنابل متناثرة ترفع بقربانة واحدة لله الآب بواسطة الابن مخلص البشرية. فإذا ختاما، إن الكنوز التي لا تدرك والتي لدينا في الأسرار ترمز إلى الدم والماء المتدفقين من قلب المسيح. لقد ازدهرت عبادة القلب الأقدس، وبدا أنها اكتملت في عبادة الرحمة الإلهية، وخاصة في تأكيدها على النعم المتدفقة من قلب يسوع شفاء وغفرانا للنفوس من خلال أسرار الرحمة. عظيم أنت يا رب، وعظيم هي محبتك للبشر التي جعلتك تحب بلا مقياس، فأنت المحبة بالذات، وأنت الحب والتضحية الحق، تستحق منا كل إكرام وعبادة لائقة لك ولقلبك الأقدس، بما منحتنا من رحمتك الإلهية اللامحدودة رأفة بإنسانية البشر. لك المجد على الدوام، آمين. فإذا اليوم راح يكون آخر أيام القلب الأقدس أو الاحتفال بهذا الشهر المبارك اللي هو عبادة أو انتهاء عبادة قلب يسوع الأقدس، واللي من خلاله راح يكون أكو صلوات ويكون هناك مختلف الترانيم وأيضا زياح بصورة القلب الأقدس. هي مهمة جدا لإيماننا المسيحي، أكيد لتقوية والمحبة اللي هي نابعة من قلب ربنا يسوع المسيح لكل شخص من عندنا، واللي هي أيضا نابعة نتيجة للحرب التي وضعت أو اخترقت قلبه الأقدس، هذا الحب الذي لا يقاس قد أحبنا أو أحب كل واحد منا بشخصه بكيانه بكل ما بإنسانيته حتى يتجسد وأيضا يفتدي نفسه. فإذا مهم جدا هذا الاحتفال، لأنه راح يكون ختام للشهر، هذا الشهر اللي هو كان 33 يوم من العبادة ومذبحة قلب يسوع، التأمل وأيضا النافذة والطلبة اللي هي كانت تجسد فدائية ربنا يسوع المسيح بقلبه الأقدس ومحبته للبشر. إذن مهم جدا أنه نحتفل، وأيضا يكون لدينا هذا الوعي بهذا اليوم نتيجة لربنا يسوع المسيح ما فعله لنا ولأجلنا. مبارك للكنيسة، وأكيد علينا أنه نضع كل ما في إيماننا لهذا اليوم حتى بالفعل. وأيضا في هذا اليوم طبعا راح يقدم الحلويات التي تقدم من قبل الكنيسة، فأكيد هي مناسبة كلش كبيرة أنه نقول يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا شبيها بقلبك الأقدس، آمين.